السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايزة تعرفي أسرار طاجن مكرونة بتاع محلات الكشري يبقى انتي جيتي للفيديو الصح. وأول حاجة هبدأ بيها معاكم الصلصة. هتجيبي حلة وتنزلي فيها بحبة من الزيت، وأول ما يدفى بسيط مش يسخن علشان ما يحرقليش المكون، نص معلقة من الثوم المفروم وعليه معلقة صغيرة من الفلفل المفروم، والمعالق دي صغيرة. شوحي الكلام ده كله مع بعضيه. اول حاجه من حاجه الاخطاء اللي بتبوظ الطاجن ده يا جماعه لو عملتوه في البيت وما يطلعش زي بتاع بره، ان في ستات ما بتعملوش بتوم وفي ناس بتعمله بالبصل، وده غلط. انزلي بقى طفي التومه والفلفل ده بمعلقتين كبار من الخل وسيبيه يغلي غلوه، شمي بقى الروايح، وده تاني سر من اسرار الطاجن ده. وانزلي عليها بقى بكيلو من عصير الطماطم. بهري بقى الصلصة بتاعتك، معلقة من الفلفل صغيرة طبعا الاسود، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الكزبرة، وكيس من مرقة الدجاج، ومعلقة صغيرة من السكر علشان خاطر تعادلي حموضة الطماطم. سيبي الكلام ده بقى يتسبك مع بعضيه، وعقبال يعني ما يتسبك وكده نعمل تاني خطوة في الطاجن، وهي نعصق بقى اللحمة. انا بدأت معاكم بالصلصة علشان خاطر تاخد وقتها، ان هي اكتر حاجة بتاخد وقت يعني في الطاجن. تعالي بقى نعمل العصاق. هتجيبي طاسة او اي حاجة وتنزلي فيها بقى بزيت، ما تكتريش عشان انا اللحمة كنت فرمة فيها يعني دوش يا جماعة، عشان برضو بيدي تيست عالي جدا للطاجن، وده تاني سر من اسرار الطاجن ده. انزلي فيهم بقى ببصلتين مفرومين في الكبة، اديهم تشويحة بسيطة كده، وبهريهم بنص معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الملح الصغيرة. انا بحب ابهر دايما البصلة بتاعتي قبل ما اضيف لها اي حاجة، بيديها طعم افضل واحسن، وتساعد ان مفيش روايح تطلع يا جماعة من الغير مستحبة للبصل. انزلي فيها عليها بقى بربع كيلو من اللحمة المفرومة. للأمانة أنا فرمة اللحمة دي في البيت، فعلى كده عشان كده مش هتلاقيها خشنة زي يعني ما بنشتريها من بره اللي بتبقى مفرومة يعني جاهز من بره. انا زي ما قلت لكم فرمه معاها يعني حته دوشه، فعشان كده هتلاقي فيها يعني بيضه شويه. قلبي بقى اللحمه وحاولي تفرفطيها من بعضيها طبعا لانها بتبقى يعني متماسكه مع بعضها. وانزلي بقى بهاري اللحمه بنص معلقه من الكزبره ومعلقه صغيره من بهارات اللحمه. طبعا انا ما ضفتش ملح ولا ضفت فلفل اسود لانهم طبعا ضيفهم مع البصله من الاول. نزلي بقى بتاني تركة في الطاجن بشوية فلفل أخضر مفرومين، جزء منهم سبايسي أو يعني حامي يعني، وجزء منهم رومي عادي. اللي بيدي شمخة للطاجن يا جماعة في تعصيج اللحمة تركة الفلفل دي. هدي بقى النار بعد خلاص كده شوحناها وظبطناها، هدي بقى النار عليها خالص. ليه بقى؟ عشان لما تهدي النار هتنزل المية بتاعتها ونرجع نعلي عليها تاني فتشربها، فتكون جوسي كده وطرية، ومش عارفين مش بتبقاش متفلة كده زي صدور الفراخ واحنا بناكلها. خلي العصاق بتاعك جوسي يا جماعة، تمام. واوعي تضيفي له ميه. انا بعرف بشوف بعض ناس يعني بيضيفوا ميه للعصاق، لا غلط واكبر غلط. اركني بقى على جنب. تعالي نرجع للصلصة بتاعتنا تاني. شايفين الصلصة لونها عامل ازاي؟ ليه اتسبكت؟ تالت حاجة بتبوظ طاجن المكرونة ان في ناس بتحط بعد ما تحط عصير الطماطم من الخلاط خليه ياخد غلوتين كده وتطفي عليه. لا غلط، سيبي الطماطم بتاعتك تتسبك جامد تديكي تست اقوى. بعد ما اتسبكت هنضيف لها مية مغلية، وطبعا عشان كمية المية دي هحاول اعدل واحط معلقة تاني من الملح. ظبط يعني الحياء بتاعك او الملح بتاعك يعني يا جماعة. وبرضو سيبيها تغلي غلوة عشان انا مش عايزاها تبقى صيصة كده يعني بالبلدي، لا انا عايزاها تبقى صلصة يعني عالمية.
كل دي تريكات لو اتبعتيها والله العظيم هتطلعي طاجن كأنك جايباه من بره بالظبط. وكمان انت ضامنه هنا اللحمه وكل حاجه. دلوقتي شايفه بقى الصلصه، شايفين يعني صلصه لوحه فنيه والله. وادي اللحمه المفرومه، وادي الطواجن اللي انا هعمل فيها. ويفضل يكون نوع المكرونه يا جماعه نوع يعني حلو. وطبعا المكرونه بنحطها نيه ما بتتسلقش. هدهن الطواجن بتاعتي بمعلقة من السمنة البلدي، وانتي براحتك يعني على حسب النوع اللي تفضليه. بس لو ما كانتش هتبقى بلدي يبقى حطي زيت افضل عشان بس الطاجن ما يلزقش. انزلي بقى باللحمة المفرومة اللي تعجبك. انا للعلم يا جماعة انا الربع كيلو ده بعد ما حطيت عليه البصل والفلفل الضعف يعني بقى يعني مقارب للنص كيلو. انا باخد منه بس 3 معالق في كل طاجن. الطاجن ده يعني مقاس 20 يا جماعة تقريبا، يعني الطاجنين مقاس 40. خدت لهم 3 معالق مفروم، والباقي هشيله في الفريزر استخدمه في وصفة تانية. عشان كده قلتلك انها يعني اقتصادية. حاولي بقى يعني تفردي حلو المكرونة كده سوري العصاج بتاعك، وهننزل عليه بايه بالمكرونه. بس انا اللقطه دي ما جاتش، نزلت عليه بكبشه كده من المكرونه. بعد ما تنزلي بكبشه من المكرونه ما تحطيش مكرونه تاني، لا بقى انزلي بكبشه من الصلصه، علشان انا عايزه كل مكرونايه تطعم من الصلصه، ويعني ما تكونش معجنه وتديني طعم كده شايفين. وما تمليش الطاجن للاخر، خلي ربع الطاجن فاضي، لانه طبعا مع التسويه المكرونه حجمها بيزيد وبتنفش. كل دي يا جماعه تريكات مهمه لازم تبقى عارفينها وانتوا بتعملوا بتحضروا الوصفه دي. شايفين الصلصه بقى نازله ازاي عليها؟ لازم الصلصه تغطيها من فوق زي ما كاننا هنشرب مكرونه عاديه، لان ما تنسيش ان مكرونتك مش مستويه يعني نيه. انا اهو بحضر الطواجن وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص يا جماعة، يعني على الشبكة. هتقعد نص ساعة او اقل على حسب يعني النار بتاع فرنك. شايفين طالعة عاملة ازاي؟ مفلفلة، مفيش حاجة معجنة فيها. انا بقى يا جماعة طبعا يعني مش معقول هعمل الجمال ده كله والريحة اللي قلبة الشقة دي وفي الاخر ما استنى عليها لما تبرد عشان اقدمها لكم. لا انا بصراحة يعني يعني جرينا انا والاولاد علشان خاطر نلحق ناكلها وهي سخنة كده. فطبعا الطاجن ما طلعش بالظبط بتاعته يعني تفرفت كده من مكانه يا جماعة. انت بقى عشان يعني تطلعيها يعني اصبري عليها شوية. شايفة انا صبرت على ده يعني بتاع 5 دقايق تاني. دي كان بالهنا والشفا طبعا. احنا مش هنستنى يا جماعة. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركة. انا ما رضيتش اغلس عليكم واقول لكم من الاول فيا ريت ما تنسوش بقى يا جماعة ما تنسوش. انا اهو قلبت الطاجن ان شاء الله يا جماعة. الطاجن ده مش هيكسفني يعني عمالة اقول كده يا رب ما يكسفني. الحمد لله ما كسفنيش. بألف هنا وشوفة على قلوبكم والسلام عليكم.